الجوارات كلها بريسك صايم. به تصريحات حفيظ الدراجي اللي هجم فيها الكاف على خلفية القرارات اللي تم اتخاذها وعدم معاقبة المغرب. نسمعوا تصريح حفيظ الدراجي. الفدرالية الإفريقية لكرة القدم تفتح الباب أمام المنتخبات وأمام النوادي لكي تعتذر عن المشاركة في المباريات وفي البطولات وفي المسابقات من دون أن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين التي تسير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك من خلال اعتبار غياب المنتخب المغربي للمحليين عن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي جرت في الجزائر، اعتباره بأنه حدث لاعتبارات خارجة عن نطاق الجامعة الملكية لكرة القدم. عندما تقول الكاف بأن الغياب خارج عن نطاق الجامعة المغربية، هذا يعني بأنه يدخل في نطاق طرف آخر يجب أن يعاقب. الطرف الآخر هو الجامعة الجزائرية أو الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ولكن الاتحاد الجزائري ليس له سلطة فتح ولا غلق الأجواء. الجديد في الأمر أن الجامعة الملكية عادت من جديد لتشترط تنقل المنتخب المغربي للناشئين أقل من 17 سنة في نهاية شهر أبريل القادم عبر رحلة مباشرة من المغرب إلى الجزائر على الطيران الملكي المغربي، وإلا ستمتنع عن المشاركة في البطولة المقررة نهاية أبريل المقبل. السيناريو المرتقب طبعا من خلال المعطيات الأولية هو غياب جديد للمغرب. غياب جديد المغرب يحكي على كأس افريقيا اقل من 17 سنه اللي باش تقام في الجزائر في السيف. رايك في الكلام اللي قالوا حفيظ الدراجي انه الكاف تفتح الباب امام المنتخبات للتغيب وعدم المشاركه في المسابقات القاريه من خلال عدم معاقبه المغرب؟ والله هذا حفيظ الدراجي نهار كامل مطلع في التونسيون. ما انت مر فات كيف جبد على جمهور الترجي ومن بعديك يعمل في شونتاج معاهم ويتكلم في الحاجات الخايبه. كيف تو فات الحكايه، تو عندها صافي شهرين ولا. قال المنتخب التونسي ليس تعيسا معنا، قال ما عنديش مشكل مع كف وكعبه حلوه، هو كجت فيها تونس قال امين للنادي الافريقي وما عنديش مشكل. هو نورمالمون تو معلق وفي قناه كبيره وكل شيء، هو يهدي الامور ويهدي النفوس. تحبوا ولا ما تحبش، نحن مغرب عربي تحب نحن كنا اخوه وتعديت تو معناتها تصير ما لونتوندو معناتها الناس الكل تتعارك وخليوا الاجواء صافيه. كوب دافريك في هو مشكلته هو مشكلته اللي يحب يعمل شونتاج كوم كوا اللي سي الكوب دافريك 2024 في المغرب وسي ما هو يضرب على هو كل التقارير تشير الى انه المغرب ستفوز بالتنظيم. بون الاعلان كان مقرر انه تكون بعد غدوه في كيغالي، لكن مرض ملك المغرب وعدم تنقله خاطر سيتم تكريمه وكان شيخو جائزه من الكاف، لكن المرض يمنعه من التنقل. منتظر انه لا يتم الاعلان نهار 16 تحب ولا ما تحبش يمين. الناس الكل في العالم الاجمع يعرف اللي توا اكثر بلاد حاضره باش تحتضن الكوب دافريك 2025 هي المغرب. فيو السياحه نتاعها احسن من السياحه نتاع الجزائر، والحقيقه يخدموا في خدمه كبيره. واحنا نحكيو على المغرب. خلينا نرجع لك قبل ما تحكي فينال 2014 نادي صفاقسي والنجم الساحلي 40,000 متفرج. كيف 2017 2016 اي بعد حتى نحكيو على بعد الثوره. به فوزي لكجع يتعرض لحمله في المغرب بدات من طرف جماهير الرجاء هاشتاج لكجع فاسد. هذا الهاشتاج اللي تم استعماله جماهير الرجاء تعتبر انه يخدم مصالح الوداد. اتهامات انه الجزائر وراء هذه الحمله ايضا القى مسانده من طرف الفرق الاخرى فوزي لكجع، لكن جماهير الرجاء تعارض وتنتقد فوزي لكجع بشده وتهاجم. صحيح فما معارضه كبيره في المغرب ضد فوزي لكجع. الرجاء يرى في روحه مظلوم بارابور الوداد ونهضة بركان اللي ديما عندهم الفافور، وكما نعرفوا البوا نتاع الرجاء في المغرب ونتاع جماهير الرجاء استقطبوا معاهم بعض الانديه اللي تعتبر روحها مظلومه. تلتحق بنا الدكتوره اليوم دكتوره نهار 3 دكتوره هجوره سافاش. لاباس عليك صحتك؟ لاباس الحمد لله. لاباس انت؟ الحمد لله. هاو كابتن مش لهنا كان باش يجي اليوم لكن عنده ظرف طارئ. غدوه يجي ان شاء الله الكابتن. ديما عنده ما يناقش معايا في الامور الطبيه. تاخذوا كرونيكور ما تخلصني انا راه. لا انا وكيل اعمال. لا عاد ما تعدى بي انا وكيل اعمال. شعنا اليوم اليوم باش نحكيو على التهابات الاذن الخارجيه. دونك مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. شكرا لك هجوره. تسمعوا هجوره ما 3 ل4 في الو اي اف ام. ميرسي توت ليكيب. تسمعوا الاخبار قبل تجيكم ملك العبيد. احنا نتقابلوا غدوه ما ساعتين الماضي 3 باش يكون عندنا ضيف غدوه، ضيف من رموز الرياضه التونسيه. نخليه شويه سسبانس غدوه تعرفوا شكون